بخير وفي احسن حال. وحشتوني كتير من اخر فيديو. انا خلاص اهو طلعت السلحفة اللي جوايا وبنزل لكم فيديوهات على فترات قريبة. عايزة تشجيع كويس جدا منكم، وما تنسوش تحطوا لايك كتير قوي للفيديو. بدأت اليوم معاكم بقى من الفطار، عاملين طعمية وفول بالطحينة وبيض بالبسطرمة وبطاطس وعيش وجرجير وبصل وجبنة وبابا غنوج وايه اخر دلع. فطرنا والحمد لله. كنت جايبة بقى بطيخ، قلت اقطعها واحطها في التلاجة تسقع لحد بعد الغدا. بطيخ بقى، يعني بصوا انتوا هتشوفوا طول الصيف معايا بطيخ. قولولي بقى مين بيعشق البطيخ؟ انا بحب البطيخ بكل اشكاله. عصير بقى، ايس كريم، متقطع كده وبيتاكل، يعني مش بقوله لا في اي حاجة. المهم، اجهزوا كده معانا الفترة اللي جاية، علشان هنعمل بقى تنظيفات وروتينات قوية جدا. خلاص يعني هندخل بقى ايه الشتوي ونطلع الصيفي. انا عارفة ان انا اخر واحدة على الكوكب تعمل الموضوع ده، بس معلش للأسف. اكيد انا كان معايا عذري، كنت تعبانه فالفتره دي، اكيد مش هجهد نفسي اعمل كل حاجه في نفس الوقت. احنا برضو هنعمل على قدنا وواحده واحده، ومش عايزين ندربك الدنيا من حوالينا كده فجاه وتبصي تلاقي الشقه حواليكي بتنهار وانتي مش عارفه تلميها منين. فهنبدا مع بعض واحده واحده. كل اللي عليكي تعمليه يا ست البنات انك تجهزي الجردل والشرشوبه بتاعتك الحلوين الامارات دول، وتجهزي فوط التنظيف والبخاخ اللي فيها ميه وديتول، وخلاص على كده، علشان نبدأ مع بعض نعمل أحلى روتينات الفترة اللي جاية. المهم، قطعت كده البطيخة القمر، كانت تحفة بجد يا جماعة، كان طعمها خطير. انا بحب البطيخة الحمراء المرملة المسكرة كده، فالبطيخة دي كانت فيها كل المواصفات بصراحة. المهم، انا بحفظ البطيخ ازاي؟ انا بقطعه كده وبحطه في علبة بغطا وبشيله في التلاجة. بلاش يا بنات تحطوا البطيخة زي ما هي كده في التلاجة، لان البطيخة هتكون تقيلة جدا على الرف، ولا قدر الله ممكن تكسر رف التلاجة، لان اكترية التلاجات يا اما الرف اكليريك او ازاز، والموضوع ده بيكون خطر شوية لان البطيخة بتكون تقيلة. المهم، كان عندي كمان مشمش غسلته كويس جدا وحطيته في علبة وعلى التلاجة. هنا بقى كنت جايبة مشتريات بتاعة التنظيف، ما انا لازم استعد، ما انا مش هنضف كده وخلاص، لازم احضر عدة الشغل. اول حاجة كان عندي الاكياس الحرارية دي كانت خلصانة، فجبتها، وانتوا عارفين ان انا بعمل فيها الفراخ فمش بستغنى عنها ابدا. وجبت كده شرشوبة وجبت غيار كمان للموب. بصوا، انا جبت حاجات للتنظيف كتير هنستعملها مع بعض الفترة اللي جاية. وجبت كمان الاسبونشات دي بتاعة التنظيف، في بنات كتير سألوني عليها، فأنا وريتها لكم، لو عايزين تاخدوها سكرين شوت هتلاقيها في أي محل منظفات أو في أي سوبر ماركت. ولقيت الماجيك ده بديل سترس يا بنات، عشان سترس سعره عدى دلوقتي خالص، فماجيك ده تقريبا كده ب35. وجبت كمان الشاور جل، دول ريحتهم رهيبة رهيبة. وجبت فرشة، والفرشة دي ليا وبقولها اهو في الفيديو، واللي هيمد ايده على الفرشة مش عارفة اعمل فيه ايه، عشان مش بيخللوا لي فرشه بتاعتي على طول. اول ما اشتري فرشه وهي جديده لسه بكيسها بيستخدموها على طول. هنا بقى انا كنت بجيب اريال، فلقيت اريال برضو سعره رفع جدا، فجبت باهي ده يا بنات ريحته حلوه قوي قوي قوي، والكيس ب3 جنيه. وكمان جبت الكلوريكس الجل ده برضو، او الكلوريكس اللي هو الالوان ده، برضو ب3 جنيه. وجبت برسيل جل، وجبت فانيش، وجبت حاجات كتير قوي. وجبت الفوطه دي لقيتها للتنظيف. بصوا، اي فوطه لازم، كل ما اشتري حاجه لازم اجيب فوطه. المهم، احنا كل المنظفات دي هنستخدمها مع بعض الفتره اللي جايه. وجبت مقشه يا ولاد، مقشه. انا ما بحبش المقشات. هتقولي لي طب لما انت مش بتحبيها جبتيها ليه؟ عشان ارحم المكنسه، الفتره اللي جايه عندنا تنظيفات قويه جدا، فبلاش، رفقا بالمكنسه. المهم، ودي كده شوية مشتريات كنت جايباها برضو على فترات، حبيت اشاركها معاكم. دي كده علب تلاجة متقسمة، تقدري تحطي فيها جبن مخللات، تقدري تحطي فيها بقوليات زي ما انت عايزة. وكمان جبت علبة المناديل دي، كنت جايباها للليفينج، حلوة قوي ولقيت لونها هيمشي كمان. ودي قربة عشان بتتحط كده للسخونية والحاجات دي، في الجزء ده بتتملي المية، ودي القفل بتاعها، وهي فيها حاجات برونز كده وشكلها حلو، وهي دلع جدا يعني. المهم، جبت كمان الكبات دي بصوا دي تافهة، يعني ممكن تعدوها دي عادي محدش يركز معاها، بس دي عجبتني
علشان هي شكلها حلو، وانت كده بتقدمي المشروب في كوبايه، بتتحط كده على الكوبايه، بيبقى شكلها قمر قوي. هوريها لكم، بصوا شكلها عامل ازاي. قمر صح؟ حبوها زي ما انا حبيتها. والله جميله، هي تافهه بس جميله. المهم جبت كمان المساحه دي، هي بتاعت ازاز، بتاعت الرخامه، هي على شكل سحابه كده. وكمان جبت اللي هي الفرشة السيليكون دي بتاعت بقى الازايز والكوبايات. وجبت كمان المعلقة بتاعت الرز دي. طبعا لو عايزين تعرفوا اسعار اي حاجة من الحاجات دي اكتبولي في الكومنتات وانا هجاوبكم. انا ما جبتهاش من مكان واحد، الحاجات دي من اماكن متفرقة يعني. وجبت كمان السكينة القمر دي، حلوة قوي. هنا بقى الفرشة دي بقى، الفرشة دي بصوا كده في الجزء ده بتفتحيه وتحطي مية، بتحطي بقى ديتول، بتحطي اي حبة صابون، وبتبدأي تغسلي بقى بيها التلاجة، كوتشيات، اي حاجة على حسب انتي ودماغك بقى وانتي واستخدامك. هي حلوة جدا، هجربها معاكم ان شاء الله، يعني هقول لكم رأيي فيها. وجبت الابريق النونو ده، شكله تحفة، عجبني. وده كمان طبق فاكهة، الطبق ده كان فيه كل الألوان، بس أنا طبعا بحب الأبيض فبضعف جدا قدام أي لون أبيض، فعشان كده جبت اللون ده. حلو قوي، بتحطي فيه الفواكه بقى، تحطي فيه عيش زي ما انت عايزة. جبت كمان الكوسترات دي، هي تحسيها بلاستيك كده، على شكل فرع شجرة. جبت 2 سيلفر و2 جولد. هنشوف برضو الفترة اللي جاية في التنظيفات هنعمل شوية تنسيقات حلوة قوي ان شاء الله تعجبكم. وزي ما قلت لكم لو عايزين تعرفوا اي سعر حاجة من المشتريات دي اكتبولي في الكومنتات. خلصنا المشتريات وخلصنا الحاجات اللي ورانا، يلا بينا نعمل الغدا عشان متأخرين جدا. هنا بقى كان ملح الهيمالايا خلص، فاتصلت بهيلسي انتستي، فالعلبة اللي هي غطاها اخضر دي ما كانتش موجودة، كان موجود اللي هو العبوات الاكياس، وهو نفس الشركة يعني. والاتنين الملح لونهم وردي، فانا قلت بدل ما يبقى في الكيس كده هفضيه في العبوة بتاعة الملح علشان اقدر استخدمه بسهولة. ملح الهيمالايا يا بنات هو اغلى شوية من الملح العادي، بس مش بيخزن مية في الجسم، واقل حبة منه بيملحوا الاكل جامد جدا، فلو حد بيستخدمه تاخدوا بالكم من كمية الملح. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ هعمل حاجات بسيطة جدا، هعمل رز معمر وكفتة مشوية وسلطة طحينة، وشكرا على كده. جبت الطاجن بتاعي، حطيت فيه كمية الرز اللي انا هستخدمها، وعليها لتر كامل من اللبن وحبة ملح، وهقلب كويس عشان اتأكد ان الملح داب تماما. وبعد كده هبدأ احط علبة قشطة. بس هو ده الرز المعمر، وطريقته سهله جدا. وفي ناس بقى بتحط له زبادي، في ناس بتحط له زبده او سمنه بلدي، زي ما انت عايزه، كل واحده وليها طريقتها، وكل واحده زي ما بتحب. مفيش حاجه هتقول لا، ومفيش حاجه هتطلع وحشه، وكلهم احلى من بعض. طبعا انا ما كانش عندي قشطه اللي هي بتاعه وش اللبن، او القشطه البلدي يعني، فكان متوفر عندي القشطه العلب فاستخدمتها. هسيب بقى الرز كده على جنب شوية على ما اعمل الكفتة، يكون حبات الرز اتشربت كويس من اللبن، وابدأ اسويها. هنا كنت بقى فرمة حبة بصل كده محترمين عشان الكفتة. وهنبدأ بقى نعمل كفتة سريعة جدا، يعني مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود. حطيت كده الكفتة وحطيت عليها بصل مفروم، وهحط عليها زيت زيتون، تقدري تستخدمي زيت عادي لو انتي عايزة. وحطيت عليها حبة من الملح، وهحط بقى عليها تتبيلة المشاوي، تقدري تحطي كل البهارات اللي انتي بتحبيها. وحطيت كمان ال11 بهار. وبجد اسرع وجبة ممكن تعملوها. ومعلقة توم محترمة كده، والتوم ده احنا مفرزينه في البيت، ولو ما كنتوش شفتوا فيديو تفريز التوم هسيبهولكوا في اول كومنت مثبت. هنخلط بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه، علشان كده الكفتة تاخد من طعم كل الحاجات اللي احنا حاطينها. ونبدأ بقى نصبع الكفتة بتاعتنا ونرصها في الصينية. انا بحطها في صينية مش مدهونة اي حاجة خالص، لان انا حاطة في الخلطة زيت زيتون. تقدري تدهني الصينية لو انت عايزة، تقدري تشويها كمان على الفحم، مش هتقولك لا ابدا. صبعت كده الكفتة وحطيتها في الصينية زي ما انتم شايفين. وده كل الكمية اللي طلعت لي من كيلو اللحمة، ما شاء الله اللهم بارك. ليه؟ علشان احنا مزودين شوية في البصل. خلاص كده هاخد كل الكلام ده ودخلته على الفرن. اخدوش وقت، شفتوا السرعة يا ولاد؟ شفتوا؟ ولا سحر ولا شعوذة،
مسافه ما دخلتهم الفرن وخرجتهم على طول. ده كده الرز، وحطيت مخلل مشكل، وحطيت الخيار الصغنطوطي ده، ودي الكفتة، وفي النص كده حطيت الطحينة، وزينتها كده بحبات بقدونس بس صغيرة عشان شكل الأكل يبقى لطيف. وبجد كان الأكل عظمة. تسلم ايديا يا ولاد. اتغدينا والحمد لله، وانا غسلت اصلا المواعين بتاعت الاكل بسرعه جدا، وزي ما انتم شايفين الحوض بيلمع وزي الفل، بس مستحيل يفضل فاضي، مستحيل، ده مش موجود في القاموس بتاعي. المهم، قلت بقى هغسل المشتريات اللي انا كنت جايباها، انا كنت مجمعاهم علشان اصورهم لكم، فخلاص انتوا شفتوهم بقى، فنغسلهم بقى عشان نبدأ نستخدمهم. جبت كل الحاجات وهبدأ اشيل لو في عليهم ستيكر او اي حاجة، علشان نغسلهم ونشيلهم مطرحهم، يكونوا كده نضاف وحلوين ونستخدمهم على نضافة. قولولي بقى انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا. كنت عايزة اتكلم معاكم بقى في موضوع كده حصل لي. واحدة كانت من فترة بالظبط كتبت لي يوم ما انا كنت رايحة اعمل العملية، فكتبالي وبتقولي خديني اعيش معاكي. انا قلت ايه اللي خديني اعيش معاكي دي؟ فانا استغربت جدا والله من الكومنت يعني. المهم انا كنت اليوم ده متوتره جدا وخايفه، فبصراحه ما ردتش من قلقي وخوفي يعني، وقلت ان انا هرد عليها بعدين يعني. المهم جيت قعدت من بعد ما عملت العمليه دي كده، قعدت اسبوع تعبانه جدا جدا. في الاسبوع ده بعتت لي نفس الكومنت مره تاني. فانا بقى قلت يعني بصراحه مش عارفه اقول لها ايه اللي خديني اعيش معاكي دي. يعني مستحيل تكون بعتته نفس الكلام مرتين والمرتين غلط يعني، لا طبعا. فلما ما ردتش، راحت بعتالي رد بقى بتقولي عادي، روحي بالقناة اشبعي بيها، ما كلكوا شبه بعض، ما خلاص الستات كتير، والله ستات كتير ايه، واشبعوا ببعض ايه، واشبعي بالقناة. انت مش عارفة انا تعبت في القناة دي قد ايه على فكرة. يعني انا في ناس معايا في القناة يشهدوا انا تعبت فيها قد ايه، وقد ايه سهرت، وقد ايه عيطت بالدموع عشان القناة دي. يعني حصل لي مواقف كتير جدا، اقرب الاقربين بس هم اللي يعرفوها. وانا واثقه ان في ناس هتشوف الفيديو هتكتب وتقول فعلا ان هم كانوا شاهدين ان انا تعبت قد ايه في القناه دي، فطبيعي هشبع بالقناه، واكيد مش اي حد يقول لي خديني اعيش معاكي هاخده، يعني أنا مش فاتحه ملجأ وانا ما اعرفكيش اصلا. ولا انتوا رايكم ايه يا ولاد؟ سيبكم منها، ردوا انتوا بقى عليها في الكومنتات، انا مش هرد عليها. قلت اروق بقى بعد ما غسلت كده المواعين واتغدينا ويومنا خلص، قلت اعمل بقى كده ايه حاجه اشربها. فلقيت بيبسي، حطيت بيبسي، شربت البيبسي، وحطيت واحدة كده من الكب كيك، وخلاص كده انا تمام التمام واموري زي الفل. هستنى بقى لايكات كتير جدا على الفيديو ده، واستنوني بجد الفيديوهات اللي جاية هنعمل مع بعض روتينات قوية جدا. وما تنسوش بالله عليكم تردوا على البنوتة اللي عايزة تيجي تعيش معايا دي، بصراحة انا مش عارفة اقول لها ايه، فانتوا قولوا لها. وادام انا ما ردتش عليكي يعني انا مش لاقيه كلام اقولهولك، فتقومي انتي رد عليا تقولي لي اشبعي بالقناه. اه هشبع بيها، لان القناه دي بالنسبه لي حلم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.